مرحبا بكم أعزائي. اليوم راح أسوي صيادية سريعة من أجي من الدوام ساعة واحدة أكملها. هي مثل التمن أحمر وسمك بس أسويها بطريقة الصيادية، أطبخهم سوا بالنهاية. أجيب البهارات هنا، حطيت زيت زيتون، ملعقة كاري، ملعقة كركم، ملعقة ملح، ملعقة فلفل أسود، وملعقتين دبس الرمان. راح أجيب قطع السمك عندي مقطعة ونظيفة، هذا كارب. ألوثها بيها وأظل أسوي لها مثل المساج الصلصة على السمك، وبعدين أعوفها في نص ساعة إلى ساعة حتى تمتص الأطعام. عندي الصينية دائما أحضرها، أخلي لها من أشوي سمك، أحط لها ورق ألمنيوم وورق شمع لحتى لا تبقى ريحة وطعم السمك لازق بالصينية. وورا ما صفطها أرشها بملح خشن، وبعدين أفوتها للفرن. أفتح النار أني فوق جوه على درجة حرارة 200، وأعوفها. بهاي الأثناء أنا راح أسوي التمن. هنا أنا راح أضيف الزيت، أحضر الصلصة الحمراء قبل ما أقلي بيها التمن. فراح أحط البهارات عندي بس ملح، فلفل أسود، ونومي بصرة اللي هو الليمون الحامض المجفف، وأقلي المعجون هماتين ملعقتين. هنا أنا كوبين عندي تمن، يعني ملعقة معجون لكل كوب. وبعدين أجي أحط المي دائما فوق مستوى التمن قد عقلة أحط المي. وبهاي الأثناء أنا أقلي البصل على صفحة لأن أنا أحب أكرمله. أحط له ملعقة ملح، ملعقة شكر، وأظل أقليه. يضيف الطعم حامض حلو للتمن ماتي. لما بدأ المي ينشف وطلع وجه التمن، أبدي أحط مالتي البصل أضيفه للتمن. وطبعا هنا أنا قبل ما أقبغه راح أخلطهم سوا البصل والتمن، وبعدين أطلع السمك. هنا يكون اشتوى وتحمص، وتشوفين هنا صار يعني مقسب. فأجي أحطه فوق التمن وأقبغ الجدر وأحطهم على النار سوا يتهدون، وراح يصير التمن ياخذ طعم السمك ويصير مثل طعم الصيادية. طبعا بالتقديم تريدين تحطين عليه كزبرة مثل ما أنا سويت هنا، أو تريدين تحطين كشمش ولوز مقلي. وألف عافية.